انا عندي تدخل، ولكن قبل ما ندير هذا التدخل الاخ اسعد الشرعي، راني باغي نحكي لك واحد الحكايه. هات قول. والله شوف، غادي نحكيها لك بالدارجه تاعنا، ولكن الا ما فهمتش نهضرها باللغه العربيه، لا لا، ولكن نفهمها انا نفهمها. ضعيف في اللغه العربيه، ضعيف. لا لا، أنا أحب الدارجة، أنا أحب الدارجة، خلي براحتك بالدارجة. هاي، هاد القصه صارت في الثمانينات، في ال86. ما كانش كاين الانترنت والفيسبوك والمواقع. كان كاين لا كوريسبوندونس، المراسله. انت أي. انت انت راك في الجيل تاعي وتعرف، كان يشروا الجريده وكانت أيوه كاينه واحد الصفحه تاع المراسله، ويقول لك أيوه. فلان من فلان باغي يتعرف على أيوه أيوه أيوه، اسمه هو هاي. التعارف، هو التعارف والمراسلة. ركن التعارف تاع الثمانينات، انا راني أيوه. انا حضرت على ذاك الجيل. وأنا ايوا، علاش راني نقول لك هكا؟ باسكو الجيل تاع دروك ما يعرفوش هاد المساله نتاع أيوه. الفيسبوك. جزائري اتعرف على مغربي، راني نحكي لك واحد الوقت ما كانت كاينه لا فتنه ولا تبون ولا سعيد شنقريحه، أيوه سيتادير كانت الجزائر غايه مع المغرب. أيوه. جزائري تعرف على مغربي، هذا الجزائري من ضواحي تاع بسكرة، تعرفوا ولاو يتراسلوا ولاو اصدقاء وتحابوا. واحد اليوم قرر هذاك الجزائري يبعث كما نقولوا احنا كادو لهذاك المغربي. ما هو الكادو؟ ما والمغربي هو الكادو؟ ما هو الكادو؟ كادو كي نقول لك كادو، هديه. هدية. هدية، أيوه هد... هدية. بغى هذاك الجزائري قرر باش يبعث هديه لصديقه المغربي، أها. والمغربي في نفس الوقت قرر باش يبعث هديه للجزائري خوه. أيوه. الجزائري اوتوماتيكمون قال لك واش ما كاينش في المغرب، قرر باش يبعث له دقلة نور، تمر تاع بسكره. أها. التمر تاع بسكره، بعث له صندوق تاع تمر تاع بسكره. والمغربي في نفس الوقت قال لك شا ما كانش في الجزائر، بعث له صندوق نتاع الموز. أيوه. طيب. هايوا، اسبوع بعد اسبوع تعيطوا في الهاتف. الجزائري سول المغربي، قال له واش رايك في الهديه اللي بعثتها لك؟ المغربي قال له ما شاء الله، عمري ما كليت هذاك التمر في حياتي، ما شاء الله، وعجبني كثير، والذوق تاعه حلو استدير كيما نقولوا حنايا اعترف بهذاك التمر نتاع بسكره دقلة نور. والمغربي سول هذاك الجزائري، قال له وانت واش رايك في الهديه اللي بعثته لك؟ هذاك الجزائري قال له ما شاء الله، هذاك اللي بعثته لي الحمد لله وعجبني بزاف، ولكن كاينه مشكله. هذاك المغربي سولو قال له اش هي المشكله؟ قال له عنده العلفه كبيره. العلفه العلفة كبيره يعني إيش؟ يعني كالنواه، هو حسبه كيف التمر، كل هذاك ما في. الخارجي وقاس الداخلي. طيب، ما فيش لا يوجد في الموز نواة؟ الموز كاين الاصفر وتاكل الداخلي، أيوه، تأكل اللي داخل، أيوه. عكس التمر. أيوه. هو. عكس التمر. طيب. الجزائري اكل الخارجي وقاس الداخلي. يا أخي، فكر فكر الموزة اللي داخل البيضة هي فكروا النواة. موز كالتمر، باسكو هو موالف بالتمر، ياكل الخارجي ويقيس الداخلي. يا أخي،
الجزائري هذاك موالف بالتمر، ياكل الخارجي ويقيس الداخلي. واش قال لها الجزائري؟ قال لها النواه كبيره. قال له النواه كبيره. اكل الخارجي وقاس الداخلي. وهذه قصه حقيقيه صارت في 1986. الاب تاعي الله يرحمه حكاها لي. الاب تاعي الله يرحمه حكاها لي. الله يهديك يا سفيان. والله لا قصه حقيقيه. والله والله يا اخي اتق الله. مش يعني معقول الجزائري في تلك الفتره ما يعرف الموز؟ ما يعرفش الموز، ما نعرفوش الموز. احنا في احنا في الثمانينات الموز كان يجينا غير من عند لي زيميغرين تاع فرنسا. طيب كيف يعني كيف فهم الجزائري المشكل اخويا اسعد، المشكل سيكو قالوا بنين وحلو. ايوه الجلفه قالوا بنين وحلو. الجلفه نتاع الموز قال له بنين، قال له بنين وحلو ما شاء الله، ولكن فيه نواه كبيره. فكروا كالتمر، فكروا كالتمر. ايوه الله يهديك يا اخي. والله العظيم امرضتني. والله لا قصه حقيقيه هذه حكاها لي بويا الله يرحمه. والله لا قصه حقيقيه. هذه حكاها لي بويا صارت في الثمانينات. احنا ما كناش نعرفوا الموز في الجزائر. الله في الثمانينات. احنا الموز، شوف الموز احنا الجزائريين عرفناه كي تفتحت الحدود نتاع المغرب في اواخر الثمانينات 88 من فتحها الحسن الثاني مع الشاذلي ولينا ندخلوا المغرب. هذاك وين عرفنا الموز. مش معقول يا اخي. راني نحكي لك، انا الجيل تاع السبعينات. اخ شرعي، انا الجيل تاع السبعينات، راني عارف واش راني نهضر لك. طيب الدلاح متى عرفتوه؟ لا هذاك الدلاع وكل شيء هذاك كنتوا تشوفون في وجده فقط، في وجده. شوف الجزائريين ما يقبلوش هذه الهضره، ولكن انا نقولها بكل صراحه. اعظم الفواكه عرفناها كي تحلت الحدود في 88. النهار اللي انتحلت الحدود بين الجزائر والمغرب في 1988 بين الشاذلي بن جديد رحمه الله والحسن الثاني رحمه الله، عرفنا اللوز، عرفنا النواة كاجو، عرفنا الدلاع، عرفنا البطيخ. احنا ما كناش نعرفوا النواة كاجو. تعرفوا شو ولا النواة كاجو؟ ما هو هاد نواة كاجو احنا في الجزائر نهار اللي دخل علينا في 88 كنا نعيطوا له الكاوكاو العوج. ما هو الكاوكاو العوج؟ هو جايك النواة كاجو هذاك يجيك الكاوكاو ولكن اعوج، هو جاي حلو على الكاوكاو. نوع من المكسرات سيد اسعد، بحال مثل الفستق. ايوه هذاك المنعطف هكذاك. منعطف عين الجمل. لحظه يا صالحه، ايش سميتوه؟ احنا كنا نعيطوا له الكاوكاو العوج. زعما كاوكاو ولكن اعوج. ايوه زيدني ايش كان معاك في هذه الفتره؟ حتى في التسعينات من دخل بارابول وبدينا نتعرفوا على فرنسا عاد عرفناه باللي يسموه النواة كاجو. ولكن في 88 كنا نعيطوا له الكاوكاو العوج، خاطر حنا كنا نعرفوا غير الكاوكاو. ما نعرفوا لا لوز لا نواة كاجو لا قرقاع لا والو.
هاد الصوالح ما كناش نعرفوهم النهار اللي تحدث. الله. على سلامتك، على سلامتك اسعد الشرعي، على اخي سلامتك. لا لا، لحظه لحظه لحظه، انت تعبتني والله. ونعطيك لحظه يا خويا، نعطيك لحظه، نعطيك لحظه. منين طلعت لي انت؟ يعني ونزيدك قصه واحده اخرى، ايوه نزيدك الله يرضى عليك، زيد. ايوه زيد نزيدك قصه واحده اخرى، غادي نزيدك قصه واحده اخرى. زيد هات. ايوه والله شوف تبعني مليح، ولكن الا ما فهمتش كاش حاجه قول لي نترجمها لك باللغه العربيه، خاطر انا ضعيف، حاضر. ضعيف في اللغه العربيه. هذه في فرنسا، جزائري ومغربي كانوا في فرنسا كلونديستان بدون اوراق. حراقه. ايه. قعدوا واحد العام، سنتين، 3 سنوات، شافوا باللي ما داروا لا سيتياسيون لا والو. المغربي قرر باش يدخل للبلاد، قال لهذاك صاحبه الجزائري، قال له ودي انايا ما درتش سيتياسيون، ما درت بطاقه، ما قدرت ندير السيتياسيون، غادي نهود لبلادي. قال له اوكي، هود هذاك للبلاد 3 شهور. المغربي رجع بلاده من فرنسا. المغربي رجع بلاده، ولكن الجزائري قاعد في فرنسا. 3 أشهر هذاك المغربي كلم الجزائري في الواتساب، اهلا واش راك منا. الجزائري سول المغربي، قال له واش حوالك، قال له انا راني دروك بالسكن نتاعي وبالخدمه نتاعي بالسيتياسيون. الجزائري سول هذاك المغربي، قال له اش عملت، كيفاش درت باش راك بهاد السيتياسيون. قال له انا درت حيله. قال له اش هي الحيله، تبعني مليح اسعد الشرعي، تبعني مليح. قال له انايا قالوا لي باللي الملك محمد السادس راه فايت في واحد المنطقه، انا واش درت، انايا خليت حتى محمد السادس يفوت بهذيك البروتوكول والاخر، وقعدت ناكل في الحشيش. الملك محمد السادس شافوا حبس كاع البروتوكول، قال لهم عيطوا لي لهذا، جابوه. تبعني. لا. انا الان اعرف ماذا سيحدث للجزائري، انه سيعود للجزائر ياكل حشيش. راني جايك هات ايوه كمل. راني جايك. الملك محمد السادس شاف هذاك الانسان ياكل في الحشيش، حبس كاع البروتوكول تاع السيارات، قال لهم كلموا لي هذا السيد. هذاك المغربي جابوه، قال له ايش تعمل هنا، قال له يا جلالة الملك انا جوعان وما لقيت واش ناكل. هل جلالة محمد السادس دار عند البروتوكول، قال لهم مغربي في المغرب ياكل حشيش في ظل سلطاني، وانا الملك نتاع المغرب وكاين مغرب. قال لهم اعطوه سكنه واعطوه خدمه واعطوه اي حاجه يبغيها. ايوا الجزائري هذاك سمع، قال لك انايا غادي ندير نفس الطريقه. ايوه هود للجزائر وقالوا له عبد المجيد تبون راه فايت في حسيبه بالبولعيد، طريق تاع حسيبه بالبولعيد. مين هذاك الجزائري مين شاف عبد المجيد تبون فايت قاعد ياكل في الحشيش، عبد المجيد تبون حبس البروتوكول، قال لهم كلموا لي هذا السيد. هذاك الجزائري فرح، قال لك صاي صاي اليوم غادي ندي سكنه وندي خدمه. عبد المجيد تبون سول هذاك الانسان، قال له ايش راك تعمل، قال له سياده الرئيس انا جوعان وراني ناكل في الحشيش. قال له يا حمار يا بغل، ما تاكلش من هذا الحشيش، هذا الحشيش راهم يبولوا فيه البعير والحمير، روح كل من هذاك الحشيش نقي اللي راه في الفوق.
قال له يا حمار يا بغل ما تاكلش هذا الحشيش نتاع الرصيف. قال له هذا الحشيش راهم يبولوا فيه الحمير البعير القطط والكلاب. قال له روح كل من هذاك الحشيش نقي، هذاك اللي راه الفوق ما يوصلولاش الحمير والبعير. الله يا ربي.